قصة حب حقيقية ما بين شاب مسلم اسمه علي وبنت مسيحية اسمها كريستين. بيبدأ الفيلم بعلي وهو بيتكلم مع أبوه إنه كبر وعاوز يتجوز ويكون أسرة، لكن أبوه ما بيكونش عارف إن علي بيحبه ومختار واحدة مسيحية، فبيقوله هدورلك على عروسة نكون عارفينها وتكون مناسبة ليك. فعلي بيرد عليه وبيقوله أنا مختار واحدة واسمها كريستينا ومسيحية وبحبها. فأبوه بيقوله طب ليه ما تاخدش بنت مسلمة زيك؟ وأبوه بيكون مستغرب منه شوية، لكن بيقوله خلاص طالما بتحبوا بعض مفيش مانع. وعلي بيفرح جدا اول ما ابوه ما يكونش عنده اي اعتراض. وبعدها بنروح لكريستينا وهي في حفلة بيكون والدها هو اللي عامل الحفلة بمناسبة انه بقى امير البلد. وفي الحفلة بيجي شاب اسمه ريتشارد وبيقعد جنبها. بتكون كريستينا متضايقة لان الكرسي ده كان كرسي علي، وبيقعد ريتشارد يعرفها بنفسه ويقول لها انه شريك والدها. وبعدها بيجي علي وبيكون جاي متأخر وبيعتذر عن تأخيره بسبب بعد المسافة ما بينهم. وبيلاقي ريتشارد قاعد في المكان اللي هو كان المفروض يقعد فيه، لكنه بيقعد على كرسي تاني. وبيقول له والد كريستين انه هيروح يزور الاشجار بعد الحفله، لكن علي بيقول له انه مش جاي علشان يزور الاشجار لكنه جاي ليه هو شخصيا. وفي الحفله لما بتعرض عليه يشرب خمره بيرفض. وقتها كريستينا بتقول لوالدها ان علي بيخاف من الاشجار وبيفضل الصحراء، فبيتريق عليه ريتشارد وبيقول له ان النمور بتيجي من الغابات والنسور بتيجي من الجبال، لكن الصحراء مش بيجي منها اي حاجه. هو بيقول كده علشان يقلل من قيمه علي قدام الامير، لكن علي بيرد عليه وبيقول له ان الصحراء بيجي منها المحاربين. والكل ساعتها بيتفق مع كلام علي، وكريستين بتفرح برد علي اللي احرج ريتشارد. وكريستين وعلي بيتقابلوا في حديقة البيت وبيقعدوا يهزروا مع بعض ويتكلموا. بتهزر معاه وبتقوله انها بتحبه على الرغم من انها بقت اميرة، فبيقول لها انها هتفضل اميرة طول عمرها. وبعد كده بتسأله بتقوله انت فعلا عاوز تتجوزني؟ فبيرد عليها وبيقول لها طبعا ده بالنسبة لي حلو. وبتسأله هل هتقدر تتجوز عليا في يوم من الايام، او حتى والده ممكن يجبرها بعد كده انها تدخل الاسلام لانها اصلا مسيحية، لكنه بينكر كلامها وبيقول لها انت هتبقي على دينك وانا على ديني. وبيطمنها انها هتكون في امان. وفي يوم من الايام بيجي خطاب لعلي، والخطاب ده بيكون فيه ان الملك قرر قيام اشتباكات في المدينة وانه لازم يسافر علشان يقضي واجبه كجندي. وبيسافر علي وبيقابل والده وبيقوله ان هو رافض فكرة الاشتباكات وان الكلام ده مش بتاعهم، وانهم مش يعتبروا نفسهم جزء من البلد التانية. ونفس الكلام بيروح يقوله لاصحابه وانهم الافضل ما يدخلوش في مشاكل. وبتكون ساعتها كريستينا واقفة معاه وبتسأله امتى هتيجي لسمو الامير علشان تطلب ايدي، لكنه بيوعدها ويقول لها انه قريب جدا هيروح لوالدها الامير. وبعد كام يوم بيقابل علي والد كريستينا وبيطلب منه ايد بنته. هو بيتصدم من طلب علي الغير متوقع، لكن في نفس الوقت مش عاوز يخسره. وبيقول له انت شرف كبير انك تكون جوز بنتي وشرف لعيلتنا، لكن في اختلاف في الديانات. وبيطلب منه يصبر شوية، لكن علي كان مصدوم من طريقة رده وكان فاكر ان والد كريستينا هيرحب بالفكرة. وبيخرج وهو حزين ومتضايق جدا. وبيقابل وقتها ريتشارد وبيقعد معاه وبيحكي له عن كل اللي حصل، وبيقوله انه عاوز يهرب هو وكريستينا. لكن ريتشارد بيقوله ان موضوع الهروب ده اخر حل وان هو اللي هيتكلم مع الامير ويقنعه. لكن ريتشارد بيكون منافق وبوشين، ولما بيروح عند الامير بيحاول يبين نفسه قدامه علشان يعجب بشخصيته ويجوزه لبنته، عكس تماما اللي كان المفروض يعمله. وبعدها بيروح علي علشان يزور اصحابه ويقعد يتكلم معاهم شوية ويعرف احوالهم واخبارهم. وبعدها بتجيله كريستينا وبيسألها اذا كان ريتشارد قدر يعمل حاجة ويقنع والدها. وقتها كريستينا بتكذب عليه علشان ما تكسرش بخاطره وبتقوله انه بيحاول مع ابوها، لكن بتقوله ان المشكلة ان مامتها رافضة الموضوع. بعدها كريستينا بتتصل بعلي وبتقوله انها مبسوطة لان ريتشارد قاعد مع والدها وهيفتحوا في الموضوع، لكن بنلاحظ ان ريتشارد عمال يبص لها. وبنتفاجئ ان ريتشارد بيقول لوالد كريستينا ان عنده حق وان ما ينفعش علي يتجوز كريستينا. وبعدها بيروح ريتشارد مع كريستينا المسرح وبيبان انه دايما مركز معاها وعينه ما بتتشالش من عليها. هو بعدها بنشوف ريتشارد وهو بيوصل كريستينا وبتشكره على السهرة، لكن قبل ما بتنزل بيمسك ايدها وبيعترف لها انه بيحبها وكان بيحاول يقرب منها، لكنها لما بتبعد عنه وبتحاول تنزل بيقفل ريتشارد العربية وبيقول لها ان هما هيهربوا سوا. وبنشوفهم واحد صاحب علي اللي بيجري بعد ما بيشوفهم وبيروح يبلغ علي. وقتها علي بيجهز نفسه وبسرعة بيتجه ناحية الساحل وبيقطع عليهم الطريق بعد ما كريستينا بتشتت ريتشارد وبتخبط العربية وبيحصل خناقة كبيرة بين علي وريتشارد. وبينجح علي انه يخلص على ريتشارد، وفي نفس الوقت كريستينا بتكون مرعوبة من اللي هي شايفاه. وبعدها بيوصل اصدقاء علي وبيساعدوه وبياخدوا كريستينا علشان يوصلوها عند اهلها. وبقت سمعة كريستينا زي الزفت من بعد اللي حصل. وابو علي بيروح لعلي ويقول له انه لازم يهرب بسرعة لان اهل ريتشارد عاملين مكافأة مالية للي يقدر يخلص على علي، وده معناه ان جوازك من كريستينا بقى مستحيل. بعدها بنتفاجئ بوالد كريستينا ومامتها بيطلبوا من ابو علي انه علي يتجوز كريستينا لان مفيش حد دلوقتي في المدينة هيوافق يتجوزها،
لكن والد علي بيقول لهم ان علي مسافر. وبنروح لعلي اللي بيسافر مع اصحابه، وبيوصل علي بس بيكون مريض وتعبان من اثار السفر، واهل ريتشارد بيمنعوا كريستينا انها تروح الكنيسة. ساعتها والد كريستينا بيقرر انهم لازم يسافروا اي بلد بعيدة، لكن كريستينا بترفض، لكنه بيقول لها ان هي ملهاش رأي توافق او ترفض، وبيعاملوها باحتقار من بعد اللي حصل. لكن بعدها بتروح كريستينا للكنيسة، وبتكون دي اخر مرة، وبتروح لصاحب علي وبتطلب منه انه يساعدها في انها توصل وتسافر لعلي، وصاحب علي بيوافق يوصلها، وبتسافر كريستينا لعلي اللي اول ما عينه بتفتح ما بيكونش مصدق نفسه، وبيكون علي فرحان ان هي قدرت تسافر ليه، وبيروح ينادي على صاحبه علشان يجيب ليه مأذون دلوقتي علشان يكتب الكتاب ويتجوز. وبتوافق كريستينا انها تتجوز علي، وبيعلنوا جوازهم في المدينة كلها، وبتعيش كريستينا مع علي حياة سعيدة بالرغم من بساطتها، بالرغم من انها اميرة والحياة دي ما بتكونش لايقة عليها. وبيروح والد علي ليهم في المدينة، وبيدي كريستينا سلسلة كانت بتاعت والدة علي، هو بيتكلم مع علي وبيقوله ان هو راضي عن جوازه، وبيقول لعلي على اخر اخبار المدينة اللي كانوا عايشين فيها قبل كده. هو بيسأله علي عن عيلة ريتشارد، وبيعرف ان عيلة ريتشارد هم كمان سابوا المدينة. وعلي وقتها قال يبقى مفيش داعي للخوف، انهم خلاص ممكن يرجعوا المدينة تاني ويعيشوا في امان. لكن كريستينا بتقوله انهم مبسوطين ومفيش داعي انهم يرجعوا المدينة. لكن علي بيصمم انه يرجع، وبالفعل بيسافر للمدينة، وبيقابل علي صحابه اللي بيكونوا فرحانين جدا برجوعه، وبيحصل اشتباكات ما بين اهالي المدينة واهالي مدينة تانية، وبيجهزوا ساعتها سراير للاسعاف. وبالفعل حصلت اشتباكات، وفي النهاية انتهت بهزيمة اهل المدينة لان عددهم كان قليل جدا، وبعدها قرروا انهم لازم يمشوا ويسيبوا المدينة. وبعدها علي بيروح لكريستينا وبيقول لها انها لازم تروح لبلاد الشام. في الاول كريستينا رفضت تسيبه لوحده، لكن علي قدر يقنعها وقال لها انه هيرجع لها. وقتها قالت لعلي انها حامل وهتسمي ابنها علي برضه. وفعلا كريستينا بتروح لبلاد الشام، وفي المكان اللي بتعيش فيه بيكون عبارة عن قصر قديم، وبتعيش كريستينا كأنها في سجن مش قادرة تخرج بره المنزل، وده لانها ممنوع تخرج بره الا وهي لابسة الحجاب. وبتفضل تبعت رسائل لعلي، وعلي وقتها كان مشغول باشتباكات اللي في المدينة. لكن اول ما بينتصروا وبلدهم تنجح في الانتصار بيرجع تاني علي علشان يشوف كريستينا، لكن بتكون مش متحمسة انها تقابله، وزي ما يكون مش فرحانة برجوعه. وهو بتتخانق معاه لانها افتكرت ان هو مش هيرجع ليها تاني، وما كانتش مصدقة انه هيرجع، وعلشان كمان اتخنقت من العيشة والناس اللي في القصر، وبتطرده بره اوضتها. لكنها كانت بتقول الكلام ده من ورا قلبها، ولما بتهدى بتروح اوضته وتعتذر. ولما بيجي ميعاد ولادة كريستينا بتولد بنت، وبعدها بتقدر تخرج وتسافر، وبيرجعوا للمدينة بتاعتهم بعد ما علي بيودع والده. وبترجع المدينة كويسة زي زمان، وبيعيش علي وكريستينا حياة سعيدة، ومعاهم بنتهم اللي كانت مالية حياتهم سعادة. لكن للأسف سعادتهم مش بتطول، وده لأن حصل اشتباكات على البلد مرة تانية. هو اضطر علي وكريستينا يسافروا برا البلد وفي أسرع وقت، وعلي وكريستينا بيكونوا وصلوا وهيسافروا برا البلد. لكن علي بيرفض وقرر انه يرجع تاني للمدينة ويفضل مع ولاد المدينة ويساعدهم في الاشتباكات. وكريستينا طبعا بتكون رافضة بشدة، وبتكون مش عايزاه يسافر. لكن علي بيطمنها وبيقول لها تروح لأهلها وان هو هينتصر ويرجع لها منصور مرة تانية. وبالفعل بيودع علي كريستينا، وهما الاتنين بيودعوا بعض، وكأنهم كده مش هيشوفوا بعض تاني، كأنه الوداع الأخير ما بينهم. وبيروح علي علشان يشارك في الاشتباكات، وبتبدأ ما بينهم الاشتباكات اللي بتكون نهايتها معروفة طبعا، وبيتصاب علي. بس علي بيقرر انه يستمر وما يستسلمش، وبيفضل لآخر نفس في حياته، وهو بيقف علشان يخلص على اللي يقدر عليه، لحد ما علي بيتصاب إصابات كتيرة. ساعتها علي بيفتكر كل الذكريات اللي عاشها مع حبيبته كريستين، وعلي بيفارق حياته. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.